3 نقاط بطلوع الروح، 3 نقاط بحرقة اعصاب، 3 نقاط يمين بالله لو نهاية دوري ابطال ما صار كذا. اسجل 2-0 للفتح، 2-2، 3-2 للفتح، 3-3، 4-3. سجل الفتح الرابع واللغة. مبروك بطلوع الروح، حتى المبروك بطلوع الروح جت. ان كان في شكر. معلق انا على الحركة. يا رجل، اخر 7 مباريات 14 مساهمة. سالم جعلك سالم يا شيخ. سالم انت قمرة هالفترة. فترة كئيبة سوداء بكل المعايير والمقاييس. انت نورها، انت اجمل ما في الفترة التعبانة هذه. شكرا بحجم السماء يا رجل. يا حبني لك يا جعلك سالم. تيشيرت ناديك راح تحصله باعلى جودة. الحق على عروض نهاية الموسم، الحق ما تلحق، الرابط كود الخصم في البايو. اللهم لك الحمد. 3 نقاط صح انها جت بطريقة تعب، بس 3 نقاط. مبروك يا زعماء، لا تنسون الفولو، حساباتي في البايو دائما متواجد في الاصفر. تعالوا علمونا ايش رايكم بالكومنتات. سلام. المباراة المجنونة هذه وايش الريمونتادا القوية ذي؟ المستحيل، هذه مباراة المفترض انه الدوري خلاص انحسم. 9 اهداف في المباراة، في هدفين اتلغت كمان للفتح. لقطة اليوم، لقطة الاسبوع، لقطة الموسم كامل. كمل مبارياتك، مسلسلاتك، افلامك كلها في مكان واحد وبسعر رمزي. رابط في البايو، سهم ستور، وهذا كود الخصم. شوفوا الهدف اللي اتلغى في اخر الدقائق، شوفوا متسلل بكم، بايش؟ هذه دعوات الشلهوب انا متاكد. صدقنا قلنا الهلال بدينا نرتاح من مهاجمه، مستواه طاح، مدري ايش. متروفيتش اليوم مسجل 2 وصانع 1 وهو مو بكامل مستواه. الهلال الدفاعيه واضحه، ولكن السؤال الشلهوب ليش رجع يشرك البليهي وما شاركته؟ الاحتفالية الأفضل في العالم حاليا على طريقة سمو سيدي ولي العهد سالم الدوسري يحتفل. الهلال قلبها من 2-0 ل 4-3 على الفتح، وسالم الدوسري كان نجم هالليلة من جديد. مباراة كبيرة لسالم الدوسري، آخر 7 مباريات سالم مساهم فيها كلها. السنة اللي راحت سالم مساهم ب 18 هدف بس في الدوري. اليوم سالم الدوسري 29 مساهمة ولسه باقي جولتين في الدوري، وممكن يكون الأكثر ويتخطى بنزيما. طبعا هو متخطيه في جميع المسابقات، لكن أتكلم عن الدوري تحديدا. هذه الأرقام ما تدللك الا على شيء واحد بس، سالم الدوسري ظاهره وقادر يلعب على اعلى مستوى لعده سنوات جايه. يعني باذن الله لو توفقنا بعناصر حول سالم، كاس اسيا 27 ما راح يطلع من عند السعوديه. وبالمناسبه كاس اسيا وجميع بطولات العالم عند فيرستي بي ب 13 بس ما اركل واستخدمته في 9. طرق التواصل معه موجوده في البايو. فوز الهلال ما يعني ان الفتح كان عادي في هذه المباراه، لان الفتح لعب مباراه كبيره تحديدا بن دبكه وباتنا. هذول الاثنين لعبوا مباراه للتاريخ ضد الهلال، والفتح لا زالت عنده امال، لكن الجنون ممكن تكون هذه الامال ضد النصر في الجوله الاخيره ويحرم النصر من مركز اسيوي. اعطوني توقعاتكم، صلوا على النبي. ريمونتادا هلاليه. هلال الشلهوب مرعب. يا رجل الحاسبه لا ياخذ الدوري. لا تكونوا تاخذوا يا اخي، لا تاخذوا الدوري دقيقه بالله يا حاسبه يا بشر. بياخذوا الدوري دول ليه؟ انتوا فرحانين ليه؟ الدوري خلص، ترى الدوري خلص واحنا احتفلنا وانتوا هذه ايش قاعد تسووا؟ بس والله تصدقوا انتوا اللي فهمتونا يا اخي. هذا الصح، التركيز على الموسم القادم، لانهم يبغوا يشاركوا في البطوله الاسيويه. يعني شوف نادينا السنه الماضيه كيف، خلاص شوفنا تخربعنا بدايه هذا، قال بنزيما ما بلعب وانا عارف ايه، وبطلنا امها شغله، رحنا خلينا الاهلي ياخذ النخبه. يعني لو احنا كنا مشاركين معهم السنه دي بالله ما كنا صفعنا الاهلي. شفتوا كيف؟ يلا مبروك يا هلاليه، مبروك. باقي لكم خطوتين، ما ادري خطوه كمان وتضمنوا انكم رايحين معانا السنه الجايه اسيا. احنا في اسيا مستنينكم، مستنين واحد يجي معانا. يعني بتجوا ولا لا؟ ترى النصر وراكم مستنيكم، ما تجوا عشان هو يجي. يا حسن العقيد ايش يسوي؟ العقيد يستفز جمهور الهلال لان الفتح سجل اخر دقيقه هدف التعادل. يحسب ان المباراه انتهت، لكن وش اللي صار؟ الحكم رجع على الفار والغى الهدف. شوف من اللي يحتفل الحين قدام عقيدي، شوف والله هاردك العقيدي هاردك. ايه زعلان؟ تبكي؟ لا دقيقة ايش هذا؟ هذه لو المباراة تكون مهمة يعني وفيها حسم حتكون حديث الموسم هذا. والله ما ادري ايش اقول. كيف 2-0 2-2 3-2 4-3؟ اوف يا المباراة والله ممتعة. تأثير مباراة اليوم صح انها قوية واثارة مو طبيعية، لكن كل التأثير كان نادي الهلال يحافظ على المركز الثاني وقريب جدا انه يشارك ببطولة كأس النخبة، ونادي الفتح رجع للمعاناة انه يكون من المراكز اللي تهرب من الهبوط في المباريات الجاية. حبيبي هذا ايش؟
وش الفتح، ما بغينا نفوز يا مسلم. والله ضغطي والاعصاب وكل شيء، ضغطي كذا بعدين كذا بعدين كذا، لين قالوا ايش سالفه امك يا سعود، ايش فيه؟ الشخص الوحيد اللي بقول له شكرا هو سالم الدوسري، اقسم بالله في عز الاوقات السيئه وفي عز ما كان الهلال يحتاج لاعب يطلع لك سالم الدوسري بكل مباراه، وللاسف اشوف ان اغلب الهلاليين ما ينصفونه، ما ادري ليش. لا تقول لي مشخصن، احنا ورانا كاس عالم حبيبي، هذا لاعب 9 مباريات استقبلنا فيها 21 هدف. علي البليهي نسى كرة القدم، علي البليهي نسى كيف يصير لاعب، وما استثني اللي جنبه كوليبالي. ما ودي اغلط عشان ما ابلع حبر. علي البليهي وكوليبالي ما يطلعون معنا امريكا، لانه ما راح يجيبون كلين شيت، راح يجيبون كلين جلطه للمشجع الهلالي. عموما اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اهم شيء نبغى المقعد الاسيوي، الباقي الامور تنحل. مبروكين تستاهلون. يا ساتر، نواف العقيدي مع جمهور الهلال. نواف العقيدي بعد هدف الرابع للفتح سلقوه تسلل، راحوا الجمهور الهلال يحتفل قدامهم ويسوي لهم. هو في مقطع يا جماعه كله نزلته في البرنامج الاصفر، لكن هذا نواف العقيدي كان شايل بخاطره بصراحه. بس انتهت المباراه بفوز الهلال 4-3. طبعا متروفيتش هدفين وسالم وناصر الدوسري. بعد هذه المباراة تأكدت انه نادي الهلال يقدر يفوز على نادي ريال مدريد. ما شاء الله تبارك الله، شلهوب عنده بركة خيالية وخرافية. الهلال كان مهزوم 2-0 رجع قلبها 3-2. بعدين الفتح سجل هدف صارت 3-3. بركة شلهوب صارت 4-3. بعدين نادي الهلال سجل الرابع. بركة الشلهوب، وتحسبني امزح. شوف الاهداف كيف تيجي عشان تعرف بركة الشلهوب، ما شاء الله تبارك الله، تدق في المدافعين وتخش. بعدين رجع الفتح سجل الرابع صارت 4-4. تحسب البركة وقفت. اجيك بسيناريو اقوى، البليه كان كاسر التسلل لكن بشعره الشلهوب ينقذ الهلال ببركاته، مع انه بدأ المباراة غلط وحط البليه، لكن البركات توقف كل شيء.